في الحلقة السابقة. ماي فالنتاين ملك إشتار، المبارزة تبدأ الآن. سوف أريك كيف تكون المبارزة الحقيقية. أود نقل هذه المباراة إلى مملكة هذا الظل. غير ممكن. كل وحش نلعبه مرتبط بذكرى شخص في ذهننا. حين يقضى على هذا الوحش تمحى ذكرى ذلك الشخص من ذاكرتنا. والآن الأمازونية المعادية هاجمي فارسة الحمى من ضربة الطائرة. جيد جدا، محوت بعض نقاطي الأساسية، لكن فارسة بوما كانت لك أصلا. لنرى من ستنسين من أصدقائك أولا. لا، ليست هي. والآن لم تعد هي سوى مجرد وهم بالنسبة إليك. ماذا؟ هذه مجرد البداية فقط، وحين أنتهي منك ستصبحين قوقعة فارغة في عالم مليء بالغرباء. أتشعرين بدوار؟ هذا أمر متوقع ما دمت أمحو ذكرياتك. هي يبدو أن ماي تشعر بدوار. حاولي أن تصمدي يا ماي. تستطيعين ذلك. كلنا هنا نشجع. غريب، صوت من هذا؟ ومن أين يأتي؟ ما بها؟ إنها لا تجيبني، ولما تحدق بي هكذا؟ ما يحدث حقيقي. ماي نسيت لي فعلا. استمتعي بذكرياتك بينما ما زلت تستطيعين، فقريبا جدا ستنسين كل شيء وكل من عرفتهم. حسنا، الآن ألعب هذه الورقة المقلوبة، ثم أستدعي ماكيورا المحدث، وأضيف هذه الورقة السحرية القوية، القلادة السوداء. سحر القلادة السوداء يزيد قوة وحشي الهجومية 500 نقطة. وحش مالك الآن أقوى من الأمازونية المعادية. سوف يهاجم. لا مجال للمقاومة. قوة سحرية عمرها آلاف السنين